اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا النهارده كده بخير وفي اتم صحه واحسن حال. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الفطر المبارك، ربنا يجعله عيد خير علينا كلنا. بصوا يا جماعه، دوت الدهن اللي طلع عندي من اللحمه طبعا. كلنا بيطلع في العيد دوت عندنا دهون من اللحمه كده. طبعا مش هترميها، او في ناس، معظم الناس بترميها، ومعظم الناس يعني ايه، ما بتحبش الدهون دي. ديت حاجة والله بجد لو تعرفي يعني قيمتها في البيت حلوة جدا يعني. بتعملي بيها حاجات ياما، يعني بتأدي كذا كذا غرض يعني في الاكل وكده، في الطبخ. يعني احنا جبنا طبعا، دي الكمية اللي طلعت عندي من اللحمة. انا طلعتها يعني، قطعت اللحمة وطلعت منها الدهون دي. انا هعملها، مش هحط عليها زيت، ولا ازازة زيت ولا نص ازازة زيت ولا الحاجات دي كلها، وبرضو مش هحط ولا توابل ولا اي حاجة. انا هعملها على طريقة امي، وبتفضل عندي من السنة للسنة. يعني انا والله بجد بتفضل عندي من السنة للسنة، ولا ريحتها بتتغير، ولا بيحصل فيها اي حاجة من غير ما احط فيها التوابل اللي هي بتيجي دي. ما بحطش فيها اي حاجة. تمام. وما بحطش زيت برضو، بتبقى مرمله وبتعيش معايا من السنه للسنه. هي يا دوبك بس ربع ازازه زيت كده، او اقل من الربع كمان. ماشي. هنا انا حطيتها، جبت حله طبعا ناشفه، وكنت حاطه الحله على النار، سخنت شويه كده. نزلت طبعا بكميه الدهون اللي انا مقطعاها. انت طبعا هتقطعيها حتت كده عشوائي زي ما انت عايزه، كده كده. حتى لو ما تقطعتش وحطيتها بحالها، هتلاقيها كلها ايه، ساحت في بعضها. بصوا هنا حتى كمان ممكن تحسي ان كميه الزيت اللي انا حاططها اقل كمان من الربع ازازه زيت. مش هتتأثر بأي حاجة. ولو ما حطيتيش زيت برضو خالص، برضو هتعيش معاكي ومش هتتأثر بحاجة. يعني الزيت عادي. تمام كده. فاحنا طبعا هنا ايه، هنا انا طبعا حطيتها كده على النار. ماشي. بصوا يا جماعة كده هي ايه. طبعا احنا هنغطيها على البوتاجاز كده بعد ما حطيناها في الحل. غطيها وسيبيها عبل ما تعملي مثلا ايه شغلة كده في البيت. عبل بس انت بقى طبعا هتكوني مهديه النار عليها، لان دي برضو انت بصي عندي انا عامله ازاي، بيضه وجميله ازاي، لسه زي ما هي. ليه؟ عشان انا مهديه النار خالص عليها. بصوا اهو، بوريكم اهو. بصوا اللي طالع منها. ليه بقى ترمي حاجات الحلوه ديت؟ ليه؟ ده خير يا جماعه، ما ترميه ليه؟ ما ينفعش يترمي اهو. بصي طبعا احنا في الشتاء بنعمل العدس. بتعملي الحاجات اللي هي ايه، بتعملي مثلا القلاص، الحاجات دي، صينيه بطاطس مثلا ولا اي حاجه. وطبعا ده بعد كمان انت ما بتسيحي ويطلع منها الدهن دوت. في حاجه كده زي هي اسمها، يعني انا امي كانت تقولي ده اسمه العجم. العجم دوت طبعا ايه، انت بتطلعيه برضو ممكن وانت بتعملي صينيه بطاطس. في ناس بتعمل البطاطس عادي كده ايه، يعني من غير حاجه، مثلا من غير لحمه او حاجه ممكن تعمليها. انا واحده من الناس ساعات بعملها كده. ممكن تحطيها كده في الصينيه. ممكن برضو بتعملي بورمه، بتعملي اي حاجه مع اللحمه لو حطيتي من العجم ده، بيدي طعم جميل. بصوا يا جماعه، بصوا لما هي بتصفي كده هي، كل ده طبعا احنا هنطلعه يعني هنشيله في طبق ولا اي حاجه بس. وبرضه هنحطه في برطمان كده عشان احنا لما نعوزه ناخد منه. انا بقى ايه، بسيبها كده على النار هاديه هاديه خالص، يعني ايه، بحيث ما تتحرقش مني. بصوا بقى الجمال. انا طبعا متعوده، انا بشوف امي بتحط في البرام كده، انا بحط الحاجات اللي هي البطرمان دوت كده. وديت بتاعه الصلصه، ديت عندي متوفره. يعني ايه، لقيتها كده يعني ما لقيتش برطمانات وكده، رحت حاطه فيها. بصوا الجمال. شوفي جميلة ازاي ومرملة ازاي. ولا زيت ولا توابل ولا حاجات من دي خالص. انا الحاجات ديت انا بحطها لما بكون بطبخ. ماشي. ما يعني وريحتها بتبقى جميلة وزي العسل. عبيتهم كده في الحاجات كده اللي انتوا شايفينها ديت. وايه وبعمل بيها بقى الاكل. بعمل عدس، بعمل بورمه، بعمل صينيه بطاطس واحط عليها، بعمل قلقاس، كل حاجه.
يعني انت تحطي على كل حاجة، هي ما تنفعش بس للحلويات، ما ينفعش تتحط على الحلويات، هي تتحط بس لايه، اي حاجة بتطبخيها كده. المحشي في الشتاء لما بتحطي منها مع السمنة والزيت وكده، يا سلام على المحشي بقى وطعامة المحشي والملوخية، ما شاء الله، يعني حاجة كده تحفة. فما دي ما ينفعش تترمي ديت، تسيحيها، تجيبيها كده تقطعيها حتت صغيرة وتسيحيها على نار هادية، وده العجم اهوت اللي طالع منها، ده بيطلع على الوش كده، ده بيبقى التصافي بقى ايه لما صفت خالص الدهون اللي فيها، المادة الدهنية اللي فيها، ده اللي بيطلع، ده برضو ما يترماش. يا رب يا جماعة يعجبكم ونور رضاكم، واتمنى كده ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكل سنة وانتم طيبين.